أنا أشعر أن المؤمن أو الواحد منكم إن شاء الله حينما يثق أن الله لن يتخلى عنه يحبه الله. لما بيكون الابن واثق من والده أنه ما بيتخلى عنه الأب بيرتاح. أما إذا في قلق من الابن تجاه الأب يتألم. الصحابة الكرام أعطوا النبي الكريم دواء ذات الجنب فغضب، قال: ذاك مرض ما كان الله ليصيبني به. أنا لي صديق استيقظت زوجته صباحاً فإذا هي تصرخ بويلها، أمسكت ابنتها فهي مشلولة، بنت كالوردة بالسنة الثامنة من حياتها مشلولة. يبدو أن أباها واثق من ربه كثيراً، قال الله عز وجل لن يصيبني بهذه المصيبة. قالت له مشلولة بس. سبحانك يا رب، في مرض شلل مؤقت يزول بعد ساعات، يشبه الشلل تماماً 100%، فكان مرضها من هذا النوع وبعد ساعات شفيت. أنا أعجبني بهذه القصة ثقته بالله. أنت كمؤمن مستقيم، تقيم الصلوات، تغض البصر، بيتك إسلامي، عملك إسلامي، لا تكذب، لا تأكل مالا حراما، لا تعتدي على أحد. معقول أن تعامل كما يعامل واحد عادي؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. في آية دقيقة جدا: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. والله لو لم يكن في كتاب الله إلا هذه الآية لكفت. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني شاب مستقيم يغض بصره عن محارم الله، يؤدي الصلاة، بار بوالديه، صادق في حديثه، عفيف بحركته. هل تعتقد أن هذا الشاب يعامل كأي شاب؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ الله يعجب، معقول؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ لا يستوون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. لذلك ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، دقيق، فكفرت بأنعم الله، فسق وفجور واختلاط وزنا وخمر وملاهي ليلية وخمارات ونساء كاسيات عاريات، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. في بلاد كثيرة تعرفونها جميعا قطعا من الجنة، هذه البلاد فقدت نعمة الأمن ودخلت في حروب أهلية دامت سنوات طويلة أزهقت ما يزيد عن 300 ألف إنسان. يعني في مشكلات. أنا أتمنى إن كنتم في نعمة فحافظوا عليها. هذا البلد الطيب يتمتع بنعمة الأمن. هذه نعمة قد لا نعرف قيمتها إلا إذا عشنا في بلد اضطرب فيه حبل الأمن. فلذلك الآية اليوم: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون بسبب معاصيهم، والدليل أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
نعمتان لا تقدران بثمن، أن تكون آمناً وشبعانا، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، والحمد لله رب العالمين.